السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة جيت لعشاق المحشي، هنعمل محشي مشكل كرنب وكوسة وبتنجال وفلفل، أحلى وأجمل أنواع المحشي المشكل بكل الأسرار والتكات. ويلا يا حبايبي عشان أقول لكم الخلطة الجبارة اللي هتخلي المحشي ده في حتة تانية، وهنقدمه مع الفراخ دي. انا عامله فيديوهات كتيره للفراخ، بس يا حبايبي اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يدعمني اللايكات ويوصلوا لي الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناه. وتسلم ايديكم على كل اللي حاطين لي لايك واشترك لي في القناه. ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف المحشي المشكل ده بالخلطة الجميلة اللي احنا عملناها. وشايفين المحشي مفلفل ازاي؟ يلا نبدأ الفيديو. حاجة، انا هنا معايا 4 بصلات انا ضربهم في الكب، وهنا بقى الطماطم بتاعتي، وقرنين فلفل حراق اللي بيحب الحاجة الحراقة. ويلا يا حبايبي، الفلفل ده عايزين تحطوه تستغنى عنه براحتكم خالص. ويلا نقول الطريقة بتاعتنا والتسبيكة الجميلة بتاع المحشي الجميل ده. اول حاجة انا هجيب حلة وهنحط فيها زيت على سمنة او الزيت المتاح عندك حطيه. وبعدين بعد ما حطينا السمنة او الزيت واول ما سخن كده هنزل بقى بكمية البصل الجميلة دي. المحشي بيحب البصل. يلا بقى اول ما يصفر معانا هنقول لكم على كل الخطوات اللي هتخلي المحشي بتاعنا جميل جدا. هنقلب كده لحد ما يديني اللون الذهبي الجميل. اهم حاجة في المحشي بقى التسبيكة الجميلة والتسوية المظبوطة. هنقلب كده تقليب مستمر لحد البصلة ما تصفر. اللي هيساعدني على البصل ان هي تصفر؟ معلقة الملح دي. هنقلب لحد ما يدينا اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وخلاص كده البصلة بتاعتي اصفرت. هنزل بقى بقرنين الفلفل اللي انا ضربهم في الكبة، هيديني طعم جميل جدا وهيخلي التسبيكة بتاعتي حمرا. لو انت ما بتحبيش الحاجة حراقة ممكن تستغنى عنهم بالفلفل البارد. وهنشوح الفلفل مع البصل. وبعد ما وشوحناهم كده هنزل بالطماطم بتاعتي. انا حوالي هنا معايا كيلو كده وربع من الطماطم. وهنقلب بقى ونسيبها تتسبك براحتها خالص. بقى يلا نجهز الخضار بتاعنا. هنا بقى عندي فلفل وعندي بتنجال وعندي كوسة، انا جايباهم صابحين كده. هنبدأ ان الفلفل هنضغط عليه كده وهيطلع معانا بكل سهولة. اضغطي على القمع بتاع الفلفل ده وهيطلع معاكي بالطريقة دي. اول حاجة الفلفل بتاعنا. عندي هنا بقى البتنجال، هنحوش العنقود الاخضر وهنبدأ بقى بالمقوار. كلنا بنعرف نقور البتنجان، وهنقوره بالطريقة دي. الطريقة سهلة وبسيطة جدا لكل المبتدئين، واحلى محشي هتعمليه باذن الله. وخلاص كده قورنا البتنجال بتاعنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. كل ما تجيبي البتنجال بتاعك طري وتنقيه طري هيتقور معاكي بسرعة. الناشفة دي هتتكسر معاكي وانتي بتقوري البتنجال. وعندي الكوسة برضو نحوش القمع اللي قدام وحتة صغيرة كده من ورا. وبالمقوار برضو هنبدأ نديله شكل كده بسن المقوار. وهنبدأ نقور الكوسة بتاعتنا برضو بالطريقة السهلة البسيطة دي. وهنطلع قلبها كله. وخلاص كده هنبدأ بقى نجهز الخضار بتاعنا اللي احنا هنعمله للمحشي.
خلاص كده بسم الله ما شاء الله. شايفين طريقتنا سهلة وبسيطة جدا. وخلاص احنا غسلنا الفلفل بتاعنا والبتنجان بعد ما قورناه كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. احنا كده خلاص جهزنا الخضار بتاعنا. هنبدأ بقى نعمل ايه. عندي الخضرة بتاعتي انا خرطتها وغسلتها كويس جدا وصفيتها من المية. لازم تصفيها من المية كويس جدا. وهنا برضو عندي الرز غسلته وصفيته من المية. وهنجهز كل حاجة بتاعتنا كده. وهنزل بقى ايه بالتسبيكة الجميلة اللي احنا عملناها على ايه، على الرز وعلى الخضار، على الخضرة بتاعتنا الجميلة دي. ونظبط الخضرة بتاعتنا كده. برضو المحشي كده بيحب الخضرة الجميلة دي. وانا حشت معلقتين من الصلصة ده. هنقول لكم هنعمل فيها ايه في اخر الفيديو. بعد ما خلاص خلصنا هننزل بقى الكزبرة والكمون ونظبط الملح بتاعنا بتاع ايه التسبيكة الجميلة بتاع المحشي دي. وهنقلب كله كده مع بعض. شايفين بس لونها عامل ازاي وريحتها جميلة جدا. هنبدأ بقى نحشي البتنجان. هقول لكم هنحشيه ازاي. احنا هنضغط الرز كده لحد النص بس، لان المحشي بتاعي بيزيد وهيطلع بره، فاحنا مش عايزين يطلع بره. هنفضل نحشي الفلفل كده لحد النص بس، ونضغط عليه نص الفلفلاية فقط لا غير. تمام بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ونفس الكوسة برضو هنعملها كده. كده المحشي بتاعنا مش ايه الرز هيطلع بره. خلاص كده. وهنبدأ نخلص الكمية بتاعتنا كلها كده. وبعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا الفلفل واللي عملنا المحشي المشكل ده، طبعا فاض معايا رز. فهنا ايه طلعت كيسين من الكرنب الجميل ده. هنبدأ نعمل ايه حلة من الكرنب البلدي الجميل ده. هنحط حبة في الرز في النص وهنلف كده على ايدينا، وهيطلع معانا صباع مظبوط جدا. واللي ما بيعرفش يلف على ايده على ايه قطعه على طبق بنفس الطريقة دي. هنحط حبة في النص وهنلف ورق الكرنب بالطريقة دي. وهنسيب الاطراف فاضية عشان لما الكرنب الرز بتاعنا يزيد ما يطلعش بره. وكده خلاص خلصنا المحشي والكرنب بسم الله ما شاء الله. هنا بقى هجيب المعلقة بتاع الصلصة هحطها على ايه على المحشي كده. بيدينا لون احمر وجميل ايه للمحشي. هنزل بقى بالشوربة اقل من الصف الاخراني ده بعقلة من الصباع. وهنبدأ برضو نحط الشوربة على ايه المحشي المشكل بتاعنا ده. وهنرفعه على البوتاجاز بقى ونسيبه ايه يستوي. اول ما بدأ يغلي كده والشوربة ايه المحشي شرب الشوربة، هبدأ بقى احط معلقة من السمنة البلدي. هتدي تخلي المحشي الكرنب ده ليه لمعة. وهنهدي النار بقى خالص لحد ما يستوي. الله على الريحة والجمال. اعمليه بالطريقة دي هيطلع معاكي احلى محشي بسم الله ما شاء الله. هيطلع معاكي زي الفل. وكده يا حبايبي خلصنا المحشي وبالهنا والشفا. واسيبكم في رعاية الله وامنه.